لو يهمك ملخصات ماتشات كاس العالم اشترك في القناه ونقول بسم الله. باختراق في العمق من راشفورد وانفراده ويشوطها علشان يقدر الحارس انه ينقذها، وواحده باكورد كده من راشفورد لو جات لك كان هيبقى جون عالمي، وفاول بقى ولا في الاحلام وشوطه من راشفورد وجون عالمي. استمتع بقى بالمشهد ده عشان مش هتشوفه كتير من راشفورد، هي كوره كل موسم. وعرضيه من ناحيه اليمين من هاري كين عشان يدخل فودن يغتصب الشبكه، ومحاوله كده على استحياء من ويلز وشوطه لويلز تانيه، ولكن المره دي مش على استحياء فكانت خطيره على المرمى الانجليزي بعد ما غيرت اتجاهها ويصدها بيكفورد. واختراق تاني من الناحيه اليمين المهلهله بعد كره طويله لراشفورد، وهنا دور المهاره الفرديه بقى ويلم بشماله بصاروخيه في الجون. وواحده تانيه لراشفورد عشان يكون سجل الهاتريك بعد تألقه في الماتش، وكان يستاهلها بصراحه ولكنها تضيع. واخر حاجه كورنر لانجلترا وتيجي على خط السته وتضيع من ستونز عشان انجلترا تنهي الماتش بثلاثيه كان من الممكن ان تبقى سداسيه. ولو يهمك ملخصات كاس العالم دغدغ زرار اللايك وخليك فاكر زرار الاشتراك ما بيكهربش وكت.